غندير حتى شي حاجة، بغيتي ديري أنتِ شي حاجة ديريها. فعلًا نسرين غادي تمشي تقلّب لولدها على محامي، غتبقى تقلّب هنا وهنا حتى يطيح لها في بالها واحد المحامي كانت كتعرفو، كان ساكن كاع في الحومة ديالهم داك المحامي. مشات عندو قالت له على القضية ديال ولدها قبل أنه يشد القضية منها. راه كان محامي شد القضية، نسرين ها هي في الدار، هي عند المحامي، ها هي في الدار، هي عند المحامي. واحد النهار إبراهيم غيسولها، قال ليها داك المحامي اللي درتي لولدنا شكون هو؟ قالت ليه ودي راه فلان بن فلان وراه كنعرفو مزيان وراه كاع ساكن في حومتنا وكلشي كيقولها فيه زوينة. راجل هنا مشى دار التحريات ديالو على داك المحامي، وغادي يطلع داك المحامي باللي إبراهيم حتى هو راه كيعرفو، يعني كيجلس معاه في نفس البار اللي كان كيمشي له إبراهيم، يعني ما كيجلسوش بجوج ولكن إبراهيم كان يشوفو راه في ديك الطابلة جالس ومع البنات، يعني داك المحامي كان صحاب الطاسة وكانت عينيه زايغة كل مرة مع بنت وديما ضرب الطاسة تا هو. مشى عند نسرين قال لها واش هذاك هو المحامي المزيان اللي قلتيه لي مزيان وكذا، هذاك المحامي راه خارج الطريق راه تا هو ديما الطاسة. قالت له تا انت الطاسة راك ديما تا انت كتشربها، ايوا تا انت ماشي مزيان. قال لها لا انا ما تقارنينيش بنادم. المهم ناض واحد النقاش بيناتهم، قالت ليه وسيدي طارت معزة نزلت معزة، هذاك المحامي هو اللي غادي يتكلف بالقضية ديال ولدي. دار واحد النقاش بيناتهم، إبراهيم ركب طوموبيلتو وغادي يمشي للدوار. راه كان نسرين بقات في الدار كما العادة عاوتاني، ها هي في دارها ها هي عند المحامي. واحد النهار غيجي واحد خونا عند إبراهيم تلاقى بيه، قال لي أودي راه الزوجة ديالك شفتها في واحد الريستورا داك البار فين كنا كنجلسو شحال هادي، راه كانت هي وفلان المحامي. تعشاو تما شفتهم ركبوا في الطوموبيل وزادوا. انا ابراهيم سخن عليه راسو، كيفاش مراتي مع المحامي، هو كاع ما مسوق القضيه ديال ولدو ولا هو الغيره اللي قاتله. كيمشي عند نسرين عاوتاني وكيحيح هو وياه، علاش جلسي مع خونا وفي الريستورا وهادي. قالت له ودي انا راه مشينا تعشينا وهضرنا في القضيه ديال الولد. قال لها لا سيدي ما تتعشاش معاه وهداك موسخ واش انت راكي موسخه وصافي بدلتيني بمحامي وكذا. المهم رونوا ها هو ونسرين، ما خلى ما قال لي هذيك الليله وتا هي تعصبت وما خلات ما قالت ليه. رانا عاوتاني ابراهيم غيركب في الطوموبيل وغيمشي في حاله، نسرين بقات في الدار. لا قلت ليه غادي يرجع، هو راجع يجي في الدرب بحال هكدا كتبان ليه نسرين عاوتاني واقفة مع المحامي بحال كديرها له زكاير، واقفين كيهضروا وكيضحكوا عادي. داز عليهم طلع للدار، جات نسرين مورا طلعت، هي ما كانتش شايفاه وراه شافها ولكن هي ما شافتوش. طلع كما قلنا جلس في الدار جلست معاه، بقاو كيديو ويجيبو هو وياه في الهضرة. قال له ودي راه داك المحامي راه غير كنت ظالم وراه راجل زين، عطيني النمرة ديالو بغيت ندوي معاه على ود القضية ديال ولدي باش إلا ربح القضية غنتهلا فيه إن شاء الله. يسرين هنا قلت الراجل يمكن راه هدا الله، راه ديك النهار كان يهضر راه كان عسكران، دابا راه مصحصح راه هادي الله. فعلا غادي تمشي تجيب له النميرة وغادي تعطيها له. عطات النميرة ديال المحامي لراجلها إبراهيم، راجلها شد ديك النميرة غادي يمشي في حالو للدار ديالو اللي كاينة في العربية. راه كان بقات الأمور غادية هكذا حتى لهنا، وغادي نحبسو. غادي نمشيو دابا لواحد الحومة اللي غادي يوصل البوليس واحد البلاغ باللي أنهم واحد العمارة، الناس ساكنين في ديك العمارة ولكن في نفس الوقت فيها طبقات مكريين، ناس ها اللي داير بيرو ها اللي داير دونتيس ها اللي راكو عارفين دوك العمارات كيكونوا مخلطين. شي واحد طالع في الدروج كيبان ليه شي دم خارج من واحد الباب. فعلا جاو البوليس شافوا داك الشيء، طلبوا إذن باش يقتحموا ديك الشقة. يقتحموها كيدخلوا كيلقاو ديك الشقة مكتب ديال المحاماة، السيد طايح ودميات وحده. هنا البوليس
طوقوا المكان، داروا المعاينات ديالهم، وبداو في التحقيق ديالهم باش يشوفوا شكون هذا أولا هادي اللي ارتكب هاد الجريمة هادي. المهم بداو التحقيقات، الناس اللي كاينين تما ساكنين تما، الناس اللي كارهين تما، حققوا مع كلشي كيتأكدوا من حجة الغياب ديالهم واحد بواحد. المهم التحريات قضية مبلبلة عندهم في داك السيكتور. راه كان نهار ديال الاثنين الصباح، نسرين غادي تهز التليفون وغادي تصوني. على منها تصوني غادي تصوني على المحامي. صونات طيط كيجاوبوها: الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون انت يا لاله؟ قلت لهم اودي انا راني مصوني على المحامي فلان، انا راه مكلفه بواحد القضيه ديال ولدي. قالوا لي فين كتسكني والعنوان ديالك وهادي حنا نجيو عندك. فعلا عطاتهم العنوان، كيمشيو عندها. مشاو دقوا عليها دق دق دق. خرجت عندهم: شكون معايا سيدي؟ قالوا لها البوليس. هنا كيهزو معاهم السيده وداوها وبداو معها التحقيق. شنو بينك وبين هذا المحامي؟ فين كتعرفيه؟ علاش كتصوني عليه؟ قلت لهم اودي انا راه ولدي مشدود عندكم، وهذا المحامي هو اللي مكلف بالقضيه ديال ولدي. قالوا لي ها المحامي راه لقيناه مصفينها عليه، وها كيفاش ها كيفاش. انا نسرين ضربها الضو التالفه، واش يكون راجل اللي دارها؟ شكون زعما هو اللي دارها؟ قالوا لا دابا الا عندك شي معلومه باش تفيدينا ولا شي حاجه قوليها لنا، عاونينا باش حنا نقدروا نعاونوك. بقات كتفكر: اليوم ودي انا راه راجلي ها شنو. في الاول راه ما كانش قابل لي هذا المحامي، وديما كنا انا وياه مدابزين على ودو. حتى النهار الفلان الفلاني قال لي هذاك المحامي راه كنت ظالمو، وراه كيبان لي راجل مزيان، عطيني النمره ديالو باش الا ربح القضيه ديال ولدي انا غنتهلا فيه مزيان. فعلا اسيدي عطيتو النمره ديالو، ومن تم لهيه ما عندي عليه حتى شي خبر. حتى الصباح هذا ديال الاثنين اللي صونيت عليكم فيه، جاوبتوني نتوما وقلتوا لي شنو وقع. هنا البوليس غادي يحطوا راجلها في دائرة المشتبه فيهم. بداو كيقلبوا عليه، مشاو عنده للفيرما ما لقاوش، قلبوا عليه في البلايص اللي كيكون فيهم ما لقاوش. المهم وندارت مذكرة بحث على السي ابراهيم. السي ابراهيم الله من الله فين مشى. واحد النهار واحد الباراج كيشدو السي ابراهيم هادي بالطوموبيل، طاق طعم البطاقة الوطنية ديالو، تأكدوا من الاسم ديالو. هنا الجندارم غادي يطلع لهم باللي ان هاد السيد هذا مديور عليه مذكرة ديال بحث وطنية. غيعتقلوه، غيديوه معاهم لابريكاد، جلس معاهم، غيدوزو القضية للبوليس، وغيجيو الناس ديال البوليس غادي يديوه باش يحققوا معاه. فعلا حتى هو بداو معاه التحقيق: شنو بينك وبين المحامي؟ علاش قتلتي المحامي؟ علاش درتي للمحامي؟ انا ابراهيم قال لهم انا راه ما بيني وبين هذا المحامي والو، اصلا انا ما كنعرفوش، راه الزوجه ديالي هي اللي كتعامل معانا خاطيني به. قالوا لي دابا نجيوك من الاخر، الزوجه ديالك راه عاودت لينا كلشي، يعني حتى انت دابا غادي تساعد معنا وغادي تعاود لينا كلشي، وحنا راه نديرو معاك المزيان في الحكم ديالك. ابراهيم والو، ها زيد في الانكار، داير ليهم نكره واستنكر وزاد في الانكار وما فراسو ما يتعاود. لكن اليقظه ديال البوليس غادي يضغطوا عليه مزيان، ضغطوا عليه حتى نهار. بعد ما نهار بدا كيعترف، وكانت الاعترافات ديالو قال لهم: انا هاد السيد هذا مرتي مشات عنده باش تكلفوا في القضيه ديال الولد، لكن ولا هو وياها خيطي وبيطي. مره يقولوا لي رانا شفناهم في الريستورا، مره يقولوا لنا رانا شفناهم فين كل مره، والناس كتجيب لي خبرهم. ثم انا مرتي كنبغيها وغيرت عليها، الشك زايدو كيكشر عندي، ولكن ما بقيتش قادر نعيش مع هاد الشك هذا. اختاريت انني نصفي عليه ونحيدو من طريقي. شديت النمره على المدام ديالي، صونيت عليه، قال لي راني في البيرو. ديت معايا واحد الجنويه ومشيت عندو للبيرو. عاد دخلت بقيت كنضرب فيه، طيحتو تما.
تما خرجت ومشيت في حالاتي، وهانتوما شديتوني وهذا الشي اللي كاين. فبهذا السي إبراهيم غادي يكونوا هذه هي الاعترافات ديالو في هاد القصة هادي، غادي يدوز للمحكمة وغادي يتحكم بأنه يدوز حياته كاملة في الحبس. هذاك الشي قلت لكم في الأول، مشات باش تعتق ولدها من الحبس، صدقت كانت سبب باش راجلها غيدخل يدوز حياته كاملة في الحبس. سباباش؟ سباب الغيرة. سباباش؟ قلة الثقة بين الأزواج. سباباش؟ سباب هاديك السيدة حتى هي اللي ما شداش رجليها، ولدها دخل الحبس وهي دايعة مع المحامي. الراجل مهما كان راه كيبقى راجل. يعني انت مرا مزوجة شدي الثقار ديالك، محامي لا نمشي ليه انا وراجلي، عاش هذا يطيب بوحدك. والراجل راه كيجي خبر على مراتو راه مع فلان وراه مع فلان، راه النار ديال الغيرة كتشعل فيه. شل انا الخوت وغادي نقول لكم الله يدينا في الضو. ولا وصلتي معايا حتى لاخر الفيديو ما تنساش واحد لايك، واحد بارطاج للفيديو باش يشوفوه ناس اخرين وتكبر العائله ديالنا. واللي ما دايرش متابعه يديرها، واستناونا دائما في الجديد مع قصه وعبره. ودائما القصص ديالي اللي كنحكيهم لكم الخوت راه ماشي للفرجه بل للعبره، باش تحضي راسك مزيان، تعرف شنو واقع في هذا المجتمع اللي عايشين فيه. وتحياتي لكم.